السلام عليكم. انا بشوف الفتره الاخيره ان احنا جايين ناكل عيش، اتحولنا ان بقينا كلنا يوتيوبرات وكلنا بقينا مشاهير، وكل واحد فينا معاه التليفون في ايده بقى داري يصور وداري يصور في المطاعم ويشوف الاكلات في المطاعم. انا مين عشان اروح اقيم مطعم او اصور لمطعم؟ وانا هنا انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام مش حد بعينه، بس لازم نعمل كنترول على نفسنا. انت جاي تاكل عيش ولا جاي تقيم مطاعم؟ انت عندك القدره والدراسه الكافيه ان انت تروح تقيم مطعم، ولا احنا بنضحك على عقول الناس؟ انا بشوف ان احنا جايين ناكل عيش وجايين نحترم لقمه عيشنا، جايين نشتغل، ورانا اسر، ورانا من ادمين. مش كل شخص، وانا هنا والله ما بنتقد حد بعينه، بس مش كل شخص بقى عنده شويه متابعين بقى بلوجر وبقى حد مشهور وبقى عنده الجرأة انه يروح يقيم اكل مطعم. وفي الحاجات دي لو بتحصل في مصر هي تختلف جدا. المجتمع هنا غير المجتمع في مصر، في قوانين وفي انضباطات، فلازم نحترم ده كويس، ولازم نحترم القوانين. زي ما احنا بنطالب ان الناس تنزل عندنا مصر تحترم قوانيننا، فاحنا لازم هنا نحترم قوانين البلد. لو في حاجات انت بتشوفها قدامك على السوشيال ميديا بتتعمل في مصر، فممكن تكون لا تتناسب مع المجتمع اللي انت بتعيش فيه. تصويرك للمطاعم مش هو الحاجه اللي هتخلي المطعم يجي له دخل. الناس هنا عارفه كويس جدا المطاعم الكويسه في ابلكيشن الناس بتخش تحجز من عليه ويوصل لها لحد البيت الاكل. الناس عارفه كويس جدا المطاعم الكويسه والمطاعم اللي مش كويسه. وانا بشوف ان اي شخص عنده مطعم، انت عندك 100 طريقه تعمل بيها اعلان غير ان انت تجيب واحد يضحك عليك وياخد منك فلوس، ياخد منك اكل في الفاضي. انت قادر ان انت تشوف جهه مسؤوله وتسلمها عدد وجبات معين، بدل ما تدفع فلوس لاي حد مشهور او بلوجر او تيك توكر او اي حد، تطلع عدد وجبات معين بجهه مسؤوله توزعهم وحط عليهم اسم المطعم بتاعك. احسن دعايه انت ممكن تعملها لنفسك، منها انت كسبت ثواب وربنا يجازيك خير، ومنها اسم المطعم بتاعك راح لعدد كبير جدا من الناس. الفلوس اللي انت ممكن تدفعها لحد. انا بشوف ان محتاجين نراجع نفسنا، ومحتاجين ان احنا مش كل شخص معاه تليفون في ايده يطلع يستفز الناس. احترم عقول الناس. الناس كتيره جدا معاها تليفونات وقادره تعمل ده. انت كده بتستفز الناس وتيجي الناس تعلق، نزعل من التعليقات. لا، احنا من البدايه احنا اللي غلط. وانا ما بحبش انتقد اي حد بيعمل فيديوهات او طالع على السوشيال ميديا ان كل واحد له وجهه نظر. ما كانش الواحد مننا عنده محتوى او بيقدم نصيحه لحاجه للناس تستفيد منها، لا يبقى بناقص. ما ينفعش اطلع على السوشيال ميديا انما ما اطلعش استفز الناس واكمل وافضل مكمل وانا اللي بستفز الناس. الناس عندها طاقه برضه. وبعدين انت لما بتخاطب الناس في مصر عن الاكل هنا، انت بتخاطب الناس في مصر بناء على ايه؟ او عايز من الناس ايه؟ ما عندكش القدره انك تضيف معلومه كويسه للناس، فما تطلعش احسن على السوشيال ميديا. نرجع ونفتكر ان احنا جايين ناكل لقمه عيش، ونحترم لقمه عيشنا، ونحترم شغلنا ونشتغل. انا ما سيبش شغلي وراح اصور في مطعم واقول للناس الاكل ده كويس. احترم نفسك واحترم اهلك واحترم بلدك واحترم ناسك. انت لما بتروح مطعم وبتاكل انت بتقل من نفسك. اكل ايه؟ اي اكل اللي انت بتتكلم عليه وبتصوره للناس. بلاش تقل من نفسك، احترم بلدك واحترم نفسك، احترم المجتمع اللي انت طالع منه. لا، ارجع على اللي انت فيه. في 100 طريقه تطلع بيها على السوشيال ميديا وتقدم بيها نصيحه للناس ومعلومه للناس، انما اللي انت تقل من نفسك وتقل من غيرك وتقل مننا بشكل عام عشان خاطر اكل، الناس مش محتاجه ان انت تطلع تعرفهم الاكل ده كويس ولا لا. الناس عارفه كويس جدا. فبلاش نستفز الناس، ويا ريت نراجع نفسنا. وانا هنا بتكلم بشكل عام، يا ريت نراجع نفسنا في الحاجه اللي احنا من الاساس جايين عليها. احنا جايين ناكل لقمه عيش، فبلاش نحول الموضوع لمهزله، وكل اللي معاه تليفون وكل اللي عنده شويه متابعين يطلع على السوشيال ميديا يستفز الناس، وكلها بقت يوتيوبرات وكلها بقت تيك توكر وكلها بقت مشاهير. الموضوع مش كده. كلها تقدر تعمل ده، بس كل واحد بيحترم نفسه ويحترم مبادئه ويحترم البيئه اللي هو طالع منها. لو مش هتبص لنفسك بص للبيئه وبص للمجتمع اللي انت طالع منه، ان اللي انت بتطلعه على السوشيال ميديا ده هو بيعبر عن المجتمع اللي انت جاي منه. السلام عليكم، اشوفكم على خير.